السلام عليكم إخواني المغاربة، اعتبروه يعني عتاب المحب. أنا بغيت نقول لكم واحد الحاجة، في مفردات وفي طرح لا يليق بكم أنتم كمغاربة. البراني، الأجنبي، المنصة الأجنبية، لا يشرفنا أنه أجنبي يتكلم عن بلادنا. لا نريد الفلاني ولا نريد المشرقي ولا نريد أحد، احنا أخوات، والمغربي للمغربي والمنصات المغربية. يعني هذا الأسطوانة أصبحت يا جماعة، سامحوني والله لازم أقولها لكم يعني بصريح العبارة، أنكم طرحكم هذا طرح عاطفي زيادة عن اللزوم، ولا يتماشى لا مع الواقع، انفجار المعلومات في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يتماشى حتى مع العقلية والذهنية المغربية التي هي تعتبر أنه من أهم أهداف ملكهم الراحل الحسن الثاني رحمة الله أنه قال: ليعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار. وعندما يأتي هذا العالم ويعلم مع من حشركم في الجوار ويتكلم عنكم من غير المغاربة، طبعا عالم آخر، يمني، إيطالي، سوفيتي، أفغاني، جني، عفري، يعني نحن من العالم الذين عرف مع من حشركم الله في الجوار. يعني عندما تتحقق نبوءة وتوقع الملك الحسن الثاني وأمنية الحسن الثاني أنه ليعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار، تأتي أنت تسمي واحد من هذا العالم، واحد من غير المغاربة، هذا أجنبي، هذا براني، هذه منصات أجنبية. يا مغاربة لا تروحوش المنصات الأجنبية وبقوا في المنصات المغاربية. يا أخي هذا يعني على فكرة هذه ما هي وطنية على فكرة. والله ليس لها علاقة بالوطنية، وليس لها علاقة لا بالعقل ولا بالمنطق. أنت يا أخي ما ضرك أنت أنها تأتي لك منصة أجنبية تنصفك؟ ما الذي يضرك؟ هل تدفع له أنت؟ هل هو يتزلف على ظهرك؟ هل بطنه يعني مرتباته مستحقاته منك؟ ولا واحد يا أخي يحبكم يا أخي. هذه طبيعة بلادكم. أنا ما لا أقصد نفسي أنا يعني، بس أقصد الطرح بشكل عام. أما أنا أقولها لكل المغاربة، كل المغاربة. أنا لست برانيا، إذا كان تفكروا أن أنا أتكلم عن نفسي، لا أتكلم عن هذا الطرح الغير منطقي. أما أنا مو براني ولا أجنبي، أنا مغربي. رضي المغاربة ولا ما رضيوا، الذي يرضي رضي، والذي ما رضي غصبا عنك. أنا مغربي، مغربي الهوى، مغربي الحب، مغربي الولاء، مغربي من رأسي إلى أخمص قدمي. هذا الشيء غصبا عنك، وسيكون مذموما أني أتدخل في شؤونك العائلية. المغرب هذه بلد ولافة، يعني أنتم تعترفون أن بلدكم ولافة، بلدكم جميلة، بلدكم تعشق، بلدكم تحب، بلدكم تؤلف. ماذا أفعل لكم إذا فيها سر هكذا خلانا نتحمق فيها؟ يعني أنا هذا بالنسبة لي. فلا يعني تدخلوا هذا المنطق الأعوج، لأنه أعوج حتى دينيا يا أخي. في نهاية المطاف إحنا مسلمين، ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. يا أخي نعتبرك مسلم ولك قضية عادلة، والنصف مو قضيتك. ثم إنه يا أخي في نهاية المطاف أيضا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: أن الحكمة ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. يعني عندما يأتي لك واحد مو مغربي يطرح طرحا قويا وينصر قضيتك، مو عيب تقول للمغاربة لا تروحوا، لا تفعلوا، لا تتفاعلوا، نريد منصات مغربية وطنية، ما نريد الأجنبية والأجنبي والمدة ولا براني. يا أخي أنت يا أخي بتكلم لي بلغة الأدغال يا أخي، بلغة القبيلة حق زمان. أنت اليوم في عالم مفتوح. يعني التدخل المذموم هو أني أتدخل في شؤونك العائلية، بينك أنت ومرتك، بينك أنت وولدك، بينك أنت وزوجتك وأمك وأبوك. هذا هو التدخل المذموم، أما غيره فليس تدخلا. خرجوا من براني براني وأجنبي وعد واحد والله العظيم يعني طرح غبي. قيل له: يا فلان أنت زعلت أخوك من الدولة الفلانية. قال: عادي أزعله، المهم عندي ألا أزعل شيء ولد بلادي. شوفوا عندما تكون الوطنية هكذا مثل الكاكاو الأعوج، مثل الكاكاو الأعوج. قال: عادي يعني غير المغربي زعله هنا، المهم عندي إنه ما أزعل شيء ابن بلادي وبنت بلادي. المهم المغربي اني ما زعلش المغربي ولا يقول له: يا اخي انت تختلف مع الاخرين. قال: نختلف مع الكل، بس اهم شيء ما اختلفش مع ابن بلادي وابن بلادي وابن بلادي. مو هذا الخبر حقك يا اخي. منظومة الاخلاق ليس لها علاقة ببلاد وبلاد. عندما تخطئ انت مخطئ، عندما تقل ادبك انت قليل ادب، سواء قليت على مغربي ولا على غير مغربي.
أنا لا أدري كيف تفكرون، أرجوكم يا أخوان. بدأت هذا الطرح ينتشر بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي من بعض المغاربة على أن هذه وطنية وتمسك بالوطن. والله أنا أقول لك هذه وطنية عرجاء، وطنيتك عرجة. لو كنت وطنيا لفرحت أن العالم بدأ يعلم مع من حشرك الله في الجوار. لما يجي لك واحد ممن تصفهم أنت أجنبي، من المشرق، من الشمال، من الجنوب، من هناك، من الخليج، من اليمن، من أفغانستان، تفرح، أنت تفرح. ودير النية يا أخي، دير النية. مو يعني قضية منصة أجنبية ومنصة أجنبية وضيفوهم، وإحنا أنا لا يشرفني أن أتواجد في منصة أجنبية. والله لو يجي لك صهيوني، واحد من الصهاينة ولا واحد من السوفيت ولا واحد من الأسبان، وعمل ما عملنا وفتح منصة، بيكون عندك مغذي ولذيذ. بس واحد أجنبي عربي مسلم منك فيك، ما يعجبك، ما يعجبكم العجب. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بس هذا عتاب المحب، والله عتاب المحب لكل إخواني المغاربة الذين نحبهم ونقدرهم ونجلهم إجلال كبير جدا. أنا لا أهادنكم، لا أتزلف ولا أنافق في هذا الجانب، وأنتم تعلمون. الليلة إن شاء الله عندي لايف الساعة الليلة اللي هي الخميس، تاريخ 10/8 لايف سيكون إن شاء الله. لايف مختلف نوعا ما. أنا سأقول لكم عن الاستراتيجية الجديدة. أنا سأعمق أيضا هذه مسألة الأجنبي. أخلي هذول المغاربة اللي بيتحسسوا من الأجنبي يموتوا، سأجيب لهم أجانب. اليوم هذا المرة سأفتح المجال اليوم لكل من هو غير مغربي، وليس لا مغربي ولا جزائري، من شمال أفريقيا، ليبيين، توانسة، سيكون لهم الأولوية اليوم في الحديث، سيكون لهم الأولوية. وينطلقوا، وسنكتشف مثل هذاك الأخ الليبي العديد من المتداخلين. سيكون هناك العديد من المواهب ومن الطرح القوي كما حصل مع أخينا الليبي. كونوا معنا. وأيضا يوم غد الجمعة في لايف الساعة 5 مهم جدا جدا. الله يزوجكم.